عارفين يا شباب، دايما كده من كل فترة للتانية بيطلع لنا كده أسباب في الحياة بتخلينا فعلا نقتنع بفكرة جديدة. كأس العالم بتاع السنة دي ده يا جماعة، أنا اقتنعت منه بحاجة جديدة خالص. اقتنعت منه ما تستهزأش أي حد مهما كان مين، وتوقع النجاح حتى وإن كنت أنت مش متوقعه. لما تيجي تشوف مثلا ماتش زي ماتش الأرجنتين والسعودية، انت من قبل الماتش ما يبتدي، سؤال بس عدل الكادر بتاع الكاميرا. تمام. انت من قبل ما الماتش يبتدي، انا وانت والعفريت عارفين ان الارجنتين هتكسب. ليه؟ لو انت جيت تقارن اسامي السعوديه تقريبا في الارض واسامي الارجنتين في السماء. تمام. لما تيجي تقارن المانيا واليابان تلاقي ان المانيا في العالي واليابان مش هي الحلوه. اليابان مش هقول لك وحش، بس مش زي المانيا. تمام. الماتشين دول هم كوره، بس تتعلم منهم حاجات في حياتك، اللي هو ايه؟ ما تستهونش بحد، ما تستهونش بقناتك، ما تستهونش بالحاجه اللي انت بتعملها، لان ممكن الحاجه اللي انت بتعملها دي تجيب لك حاجات انت بذات نفسك ما تخطرش على بالك. وكذلك بيحصل معانا في الحياه. خد بالك ان انت مثلا تبقى مستهون بحاجه، والحاجه دي تلاقيها في مره من المرات عوضتك عن حاجات كتير قوي، مع ان انت كنت مستهزأ بيها ومستهون بيها. فاهم؟ احنا اتعلمنا من كاس العالم ده. انا بالنسبه لي كاس العالم ده علمني كذا نقطه. ما تستهونش باي حاجه، وتوقع اي حاجه توقعها. ما كانش حد مستحيل. انت عارف، كنا مثلا لو جيت قلت لي ان السعوديه اتعادلت مع الارجنتين، اقول لك يا عم غرف ده ما تضحكش. تخيل بقى لما اقول لك السعوديه غلبت الارجنتين، تخيل انت. تمام. ولعبوا حلو والله، مش هقول لك لعب وحش. فاهم؟ اي نعم الارجنتين مضيعه، يعني في 3 جوال ليهم اوف سايد، بس اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان القصه او المغزى ان انت ما تستهونش بالحاجه اللي انت بتعملها مهما كانت هي ايه. مهما كانت هي ايه. النهارده انا بصور فيديو على اليوتيوب، انا عارف ان القناه بتاعتي السبسكرايبرز فيها قليلين والتفاعل فيها قليل، مش الطف حاجه، ولكن انا مش مستهون بالقناه. وانت ما تستهونش باي حاجه بتعملها، ما تستهونش بالحاجه اللي انت بتعملها، حتى وان كنت انت بتقول انا مش عارف ايه الهدف او ايه الفايده من الحاجه دي. تمام. فانا عايزك بكل بساطه تاخد الحياه بجديه، ودايما تعامل مع كله زي بعض، ما تستهونش بحاجه. فاهم؟ لان ممكن الحاجه اللي انت بتستهون بيها دي هي اللي تنقذك من حاجه قدام. فهمتني؟ ما تستهزأش بحد، ما تستهونش بحاجه. فهمت الفكره؟ انت النهارده مثلا لما تيجي تشوف الارجنتين مثلا نازله قدام السعوديه، انا لو مكان المدرب بتاع الارجنتين الصراحه بيني وبينكم مش هنزل اسامي تقيله، لكن تفاجئ ان انت بتلعب برضه بالاسامي التقيله واتغلبت. فاللي انا عايز افهمه لك ان انت ما تستهونش وما تتمزقش. وكاس العالم ده انا في مفاجات كتيره. انا بحب الكوره، وعارف ان قناتي في يعني ملهاش محتوى ثابت، ولكن انا دايما بحب اطلع اتكلم مع الناس في الحاجه اللي تفيدكم. فاتمنى تكون خدت بالنصيحه، والسلام عليكم.